ممكن يصير في سؤال إنه حول الأولويات حاليا. نحن كنا عملنا بعض الدراسات بنهاية 2025 على أمل إنه 2026 نقضي على أكثر من 70-80% من موضوع المخيمات وتمكين الناس من عودتهم إلى قراهم وبلداتهم. نحن دائما عندنا في شقين من الأماكن المهدمة والمهجرة سابقا، شق هو القرى والبلدات سواء ريفية أو نص ريفية، والمدن النظامية. المدن النظامية ممكن القطاع الخاص يستطيع أن يقوم بأعمال فيها حسب ما وضحنا في جلسة سابقة، ربما ظهر منها شيء في الإعلام، بس هو ممكن يكون في شراكة ما بين المتضررين والقطاع الخاص بحيث أنه يعيد إعمار للناس مقابل استفادة من فائض الهواء والفائض الأرض أيضا بنفس الوقت، مقابل أنه بناء بطريقة يعني حديثة وجديدة وفق المعايير الجديدة تعرفت عليها البشرية على أقل تقدير في الدول الإقليمية شوي المتطورة حاليا. بالنسبة للبلدات والقرى فهذا ما في قطاع خاص، صعب أنه يدخل عليه، فالمفروض قطاع الحكومي والقطاع المجتمع المدني هو اللي يقوم بعملية بنائه. وبالأول في أولويات أيضا بالعمل بهذه القرى والبلدات.